السلام عليكم. رمى بنفسه في وادي الحراش من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أخذ قسطا من الراحة ثم انصرف في صمت مع بدء قدوم المدد والمصورين والصحافة وحتى جماعة السيلفي. الشاب الملتحي الذي لم تتساءل عنه الصحافة ولا الجرائد ولا صفحات سوف ندكدك ونبكبك ما يمكن بكبكته بحادثة خيخون حين هزمنا الألمان في 82. ذلك الشاب الذي ما زال رواد السوشيال ميديا يغمرونه بالدعاء في التعليقات وعلى الصفحات والبروفيلات اللي حالتها كما حالتي وماشي راضيين عليها المثقفين نتاوعنا. أولئك المثقفين الذين قاموا بدعوة جماعة سروال زوجتي سر سعادتي من أجل تنظيم وقفة يوم الجمعة القادم باش يرميوا الورود في الواد نتاع الحراش من أجل أن يصل إلى روح أولئك الشهداء الغرق الذين استشهدوا غرقا بسبب إهمال قانوني وتقني وأخلاقي تسبب فيه نفس ذلك البنادم اللي كان داير بولحية شغله. سلام.